انا لا اظن انه يلعب في اوراق. الرجل لا اسمح لي، الرجل ليس قوي كما تظنون، لانه لانه رجعنا من هذا الشخص وكانه الرجل الفعال في هيئه الكاف وحتى في الفيفا، ليس بذلك القوي يا سيدي مسعود. البرنامج المغربي يؤكد للمرة الألف وبالفم المليان وعلى طريقة فليسمع العالم بأنه ملف 2025 تم الحسم فيه. ونعود نذكر أنه الهيئة الكاف راهي منقسمة، هيئة موتسيبي ضد احتضان المغرب لكأس افريقيا والأغلبية مع الجزائر لاحتضان هذا الطبعة، وفي جهة أخرى مايلة أيضا لفوز الأقجع. وعدم حضور موتسيبي للبطولة الإفريقية اللي أقل من 23 سنة فتح باب التأويلات. قراءتك منذر بالقاسي. أنا أشوفها قلة احترام للهيئة، بارك الله فيك، قلة احترام للكاف، قلة احترام للفيفا كذلك، لرئيسها في كل مرة يقول لك احنا نحاربوا في الفساد. وصرح والتصريحات ليست بالبارئة، وحتى التوقيت ليس بالتوقيت البارئ. هل يلعب آخر أوراقه؟ هل يضغط على هيئة الكاف؟ هل يستفزز الجزائر بلدا، سلطة، شعبا، هيئات رياضية؟ هل يلعب على وتر فيه الافتزاز، فيها رائحة نتنة بكل صراحة؟ يصعب عليه انه يفتز الجزائر، يصعب على الأقجع بكل صراحه ان يفتز. نقول لك الافتزاز هذا انا بالنسبه لي هذه حرب معلنه ضد موتسيبي، وهذه ماهيش على هيئه الكاف. هل يستفزز الجزائر بلدا، سلطه، شعبا، هيئات رئيس المخزن لونيون اوروبيان وما ادراك ما لونيون اوروبيان، رغم الرقابه وامورات والجو باللي ناس ترشى داخل البرلمان يرشيو في ديبيتي اللي اليوم راهم وراء القضبان، تجسسوا على رؤساء، تجسسوا على وزراء، تجسسوا. هذه الاساليب تاعهم، هذه الاساليب. انا بالنسبه لي هو الأقجع بالنسبه لي راكب حصان صحيح، راهو راكب حصان صحيح اللي يعلن قبل ما تعلن الهيئه الرسميه، قبل ما تجرى الانتخابات، قبل ما تجرى الاختيارات، قبل ما يدرسوا الملفات اللي تاع اللجان اللي جات ودارت على البلدان، قبل كل هذا هو يفتز ويقول باللي، ودوك تسمع كلام خلاف يقول لا احنا قلنا باللي راهو عندنا الحق بالشركه وراهو عندنا المؤهلين ورانا احسن من البلدان اللي راهي تنافس فينا من اجل احتضان هذا انا نظن حذرنا من قبل وقلنا هنا في البلاطو هذا على الدبلوماسيه الجزائريه الرياضيه ان تتحرك وتابعها الدبلوماسيه السياسيه. اليوم كانت اليوم الشان وكنا هنا في هذا البلاطو وقلنا باللي الجزائر وفرت كل شيء، كل الشروط. لا اعتقد ذلك، لانه صدقني بالله سي مسعودان، حتى انا ثاني عندي مصادريه، احنا ثاني عندنا مصادرنا. نعود ناكد هذه المره الالف، الاتحاد الافريقي منقسم بشان قضيه احتضان كان 2025 و2027 والامر لم يحسم، واكرر وانا مسؤول على كلامي، الامر لم يحسم بعد. سي بن عوده قبل نذهب للجايد في الذي يتحدث حول القضيه، لان لا ديكلاراسيون ندارت في لو بارلمون ماروكان بمعنى سي ان اكت بوليتيك جوستومون سي سا لا كيسيون تاع لي بوزيتال. وكان دارها عبر الاتحاد نقولوا باللي راه يروج للفريق نتاعو، ولكن هنايا نوتر ليكتور داكت بوليتيك. مانتونون الان كما تفضل سي مسعودان حاجه شي مهمه جدا، ان لا كاف باش نذكر دارت لجان اللي راح تصرفت عليهم اموال، مشاو يشوفوا تو لي بيي يعني اللي فوالا. دونك حتى لسبتمبر غادي يشوفوا الفريق يعني لو بيي كي فا اورغانيزي. اذا هنا واش نشوفوا بان لو فيس بريزيدون دو لا كاف الى بري لا ديسيزيون باش يروح يتكلم باسم لا كاف. يعني هنايا تبين باللي ضعف اوسي تاع لا كاف، وأن لا كاف تستدعيه بيان سور، لابد من استدعائه حول هذه التصريحات. وشي مهم جدا، لان اذا نكملوا الكلام تاعو وقاش في البرلمان قال حتى ان 2030 كأس العالم اللي كاينه دوسي 3 برتغال الاسبان الماروك الفا اورغانيزي يعني بهاد لي 3 بي. يعني الانسان هذا يتكلم بكل عفويه بكل اخر، وحتى هيئه ني لا فيفا ني لا كاف اللي ما تدخلوش. لان هل الناحيه القانونيه سي بن عوده بامكان الاتحاد الجزائري ان تراسل الاتحاد الافريقي
من اجل مساءلتي حول هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات. او كونديسيونيل نو، او كونديسيونيل يهضروا كونديسيونيل نو. وراه يتكلم اولا ني با بات. اذا تكلم هو عنده ضمانات من ماهيش من ناحيه لاكاف او من وتحركات ليس بالبريئه، لكن كاين بعض لي فوتون، يعني الناس اللي غادي تفوتي على الملف عنده ضمانات. يبقى الان دور رئيس لاكاف اين من الاعراب؟ واش غادي يدير؟ لوجيكمون سي فيس بريزيدون كي فاتر كونفوكي ويسالوا على هذا التصريح لانه يضرب بحي الحائط كل الاعراف الرياضيه. خصوصا ما تعلق بمصداقيه هيئه الكاف ومصداقيه موتسيبي رئيس الكاف. ما محل الجزائر من الاعراب من خلال هذه التصريحات؟ جايز فيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم يتحدث. هذا الرجل بحاجه لكل الاسره الاعلاميه، هذا الرجل بحاجه الى التضامن، وبحاجه ايضا ان نقف معه. عن جهيد فيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم اتحدث. دعوا الخلافات من فضلكم في جهه، وضعوا الانشقاقات التي هي موجوده بينكم في الجهه الاخرى، لأن جهيد فيزف سيمثل الجزائر ما تعلق بالعضويه الكاف وما تعلق ايضا بتقويه ملف الجزائر، لانه اليوم هيئه الاتحاديه او هيئه سفيزف بحاجه لكل الفاعلين، سواء كانوا اعلاميين، سواء كانوا مسيرين، سواء كانوا رياضيين. منير مرقاسي. أنا نشاطرك الرأي، نخلوا الخلافات جانبا. هذا الرجل مش راح يمثل نفسه، مش راح يمثل شخصه، راح يمثل الجزائر. وانا نشوفوا باللي حان الوقت باش يكون عندنا ممثلين في الكاف، خاصه في المكتب التنفيذي. وشفنا الامور اللي صارت في الاونه الاخيره هذه. الجزائر هي اليكار، الجزائر محطوطه ديكوتي مزيه، عندنا دبلوماسيه قويه رانا سياسيه قويه. ولا ما كانت عندنا الدبلوماسيه واراده تاع الدوله، لو كان هذه البلاد في كل دورات تحقر كما يقولوا بالعاميه. نتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله، نوقفوا معاه. اعلاميين رياضيين لازم كلنا في هذا الملف هذا نكونوا مور جهيد فيزف. طبعا سلوي شوف سي منير، انا نوافقك تماما، ولكن قلفت روحك باش ثاني الناس تقدم ليك انت ثاني تكون قدها وقدود. نهضر الاعلام يعاونك، الاعلام راح يكون ضدك، لانه هذه حكايه كل تو الموند تو لي جورناليست صاب لي سي اون كيستيون دو بي. بصح انت كون على اوتور وكون في المستوى باش يكون لك الدعم، يكون لك دعم قوي. طبعا هذا ما تعلق بالعضويه، ما تعلق بتصريحات. طبعا جايز في نعود للتصريحات الاستفزازيه، لتصريحات الرجال الذي يلعب اعتقد اوراقه الاخيره. انا لا اظن انه يلعب في اوراق. الرجل لا اسمع لي، الرجل ليس قوي كما تظنون، لانه رجعنا من هذا الشخص وكانه الرجل الفعال في هيئه الكاف وحتى في الفيفا. ليس بذلك القوي يا سي مسعود. انا ما قلناش. الاعلام يروج له بانه قوي ويملك كواليس ويملك نفوذ ويملك، وفي اخر المطاف صدقني هو دميه تتحرك بايعاز وايضا برسائل. بارك الله فيك. اساليب تاتي طبعا من المخزن. الاساليب اللي يتعامل بها المخزن عبر دميته كما نعته هي اساليب لا تستعملها الجزائر بكل صراحه. سي كمال، احنا ماناش نستعملوا في وسائل التجسس والابتزاز، احنا ما راناش نستعملوا في وسائل الابتزاز، ماناش نستعمل في وسائل الرشوه. لا اكبر من هذا الشيء، اكبر. الحمد لله نحن اكبر من هذا. هذا متسيبي مش الجزائر اللي راهي مفتز، هذا متسيبي ولا كاف اللي راهي على المحك، هي اللي لازم تعيد الاعتبار لنفسها من خلال هذا التصريحات اللي كما قال سي بن عوده انها تصريحات سياسيه وابعادها نعرفوها وين راهي غاديه. حتى التوقيت ليس بالبارح سي مسعود. انا بيان سور كو سي التوقيت ليس بالبارح، سي تو في نورمال لوجيك ومنطقي وامارات من هذا. حب يقول باللي راهو داخل في منافسه بالنسبه ليه، في منافسه مع الجزائر. يدرك بانه ملف الجزائر ملف قوي، لذلك اليوم اختار هذا التوقيت للحديث حول هذه القضيه. سي مهدي، احنا وكنكونوا منطقيين، والمنطق ان الاشكال راهو كان ثاني عندنا باش نكونوا منصفين. معليش منصفين ان الدبلوماسيه الرياضيه كما تفضل السي مسعودان غايبه، بمعنى انه يروج على روحه، يتكلم في قبه البرلمان المغربي او في اي هيئه الله يسهل عليه الي ليبر كما تفضل الرئيس تبون. احنا احرار نقعدوا احرار في استقلاليه القرار. فلازم ان احنا كرياضيين كاعلام كاسره رياضيه بكل الطوائف ان نعمل سويا في هذه السنين
للنهوض بالكره الجزائريه، لان مشكل ان اذا نتكلموا على هذا الملف ماهوش ملف مطروح في الاعلام، ماهوش ملف مطروح كل خبر كان ما كان والو، او كونترير لازم التقنيين الاعلاميين السياسيين نتكلموا للترويج، اولا نبدو بالترويج الدبلوماسيه الرياضيه والكرويه خاصه، وبالتالي المهم نبداو بنفوسنا. نختم معك سيد مسعود، نختم معك هذا. انا دائما وابدا نقولها بك اسمه سيزفيزف وامور، نحن نصوم داريات، ولكن بين حيد يدك يلا القدام ثاني. ماشي نقول ديكلاراسيون افتزازيه ولا الدبلوماسيه لازم تتحرك، وماشي تقول هي